حالة فريدة في عالم الأسود، ما سمعناش عنها وممكن ما نسمعش عنها تاني للأبد. أسد وصل لعمر البلوغ بعد سنة واحدة بس من ولادته. نجا من حياة النوماديك أو الرحالة بطريقة ليها العجب. لا شجاعته ولا قوته ولا مهارته في الصيد هي اللي نجته. سبب النجاة الوحيد لبطل قصة النهاردة هي حنيته، بالظبط زي ما بقولك، حنيته تجاه إخواته وحبه الجارف لعيلته. حب أقنع فخر أسود كامل إنه يكسر قاعدة متعارف عليها في عالم الأسود، ومهده علشان يكون الملك المستقبلي لمنطقة نفوذ أبهاته. أهلا بيكم في أرض العجائب. النهاردة هنتعرف سوا على قصة الأسد أولونكير أو أولونكيرا، الفتى المدلل لفخر أورنجي وملك ماساي مارا المستقبلي. بس خلينا قبل ما نبدأ أفكرك صلي على المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وادعم إخواتنا في غزة بالدعاء، وادعم القناة دلوقتي باشتراكك فيها واعمل إعجاب بالفيديو، ويلا بينا نبدأ. القصة بدأت في ماساي مارا في شهر إبريل لسنة 2021، لما ذكور بلاك روك بويز الخمسة دخلوا منطقة نهر أورنجي بعد ما قضوا أكتر من سنتين كأسود رحالة. الخمس أسود من بلاك روك بويز اللي أسمائهم كالآتي: ذا ليمبنج أولويمينا، وذا شي أولوسيادو، وذا راني نوز لوركولوب، وذا فايتر أولوشيبا، والأسطورة والمحارب والزعيم أولوبور. الخمس أسود دول بعد ما نجوا من حياة النوماديك الصعبة دخلوا وغزوا منطقة نهر أورنجي اللي بتخضع لسيطرة فخر أورنجي. وقتها كان في فخر أورنجي ذكرين كبار مسيطرين عليه. الذكرين الكبار دول انتبهوا بسرعة لوجود الخمس أسود الدخيلة، وبدل ما يقاوموهم أو يقفوا في وشهم أدركوا فرق القوة اللي بينهم وبين الخمس أسود الشباب، وبناء عليه اضطروا يتركوا الفخر والمنطقة بالكامل لأسود بلاك روك. وبالنصر السهل اللي اتحقق ده بدأ بلاك روك بويز يأسسوا ملكهم وسيطروا على فخر أورنجي. الأسد الأكبر والزعيم أولوبور واجه الأسود الشابة للفخر نفسه وحاول كمان التخلص منهم، لكن اللبوة الأم واجهته. وبعد بعض مناوشات ما بين الإناث والذكور الخمسة قدروا الذكور إن هم يفرضوا نفوذهم ووجودهم على المنطقة بالكامل، وده اللي خلى إناث أورنجي تخضع ليهم وتتزاوج معاهم. وتجوز الذكور مع اللبوة الملكة في الفخر وأنجبت ليهم 3 أشبال من نسلهم. خد بالك كل اللي فات ده كان تمهيد لقصتنا، لأنه مع ولادة الأشبال دول بدأت القصة الحقيقية لبطل قصة النهاردة. في شهر سبتمبر سنة 2021 وفي قلب فخر أورنجي اتولد 3 أشبال زي ما قلت لك. ال3 أشبال دول كانوا بطل قصة النهاردة اللي هو أولونكير أو أولونكيرا و2 إخواته. دول كانوا أول أبناء لذكور بلاك روك الخمسة، وأمهم كانت الأنثى الوحيدة اللي أنجبت في التوقيت ده. ال3 أشبال مات منهم شبل واحد ونجا شبلين. الشبلين اللي نجوا كان الأسد أولونكيرا أو اللي هيتعرف بعد كده بالاسم ده وأخته. وبعد موت الشبل ده استمرت الأم في تقديم الرعاية للشبلين الباقيين، وحظوا بحماية كبيرة مع وجود أبائهم بلاك روك ميلز. وعلى حسب بعض التقارير يقال إن هم أبناء الأسد ذا شاي أولوسيادو. وفي ظل وجود أبائهم وحماية أمهم كبروا وحظوا برعاية واهتمام كبار. كل الأمور يا سيدي كانت ماشية تمام التمام لحد الربع الأول من سنة 2022. في التوقيت ده ماتت اللبوة الأم لأسباب مش معروفة. البعض قال إن أولبور نفسه اللي هو قائد التحالف هو اللي قتلها بسبب خناقة على فريسة. ماتت اللبوة وتبقى أولونكيرا الأسد الشاب الوحيد في الفخر مع فرص نجاة شبه معدومة، لأنه زي ما أنت عارف الأسد لما هيوصل لعمر البلوغ آبائه الذكور نفسهم هيطردوه، وفكرة بقى إنه يواجه حياته النوماديك لوحده كانت صعبة أوي. لكن هو كمان على غرار آبائه كان صعب أوي، كان قوي كفاية للدفاع عن نفسه. خلال فترة تواجده في الفخر وانتقاله في بعض الأماكن اتصاب في بعض المعارك، منها معارك على الصيد ومعارك حماية، والمميز فيه إنه نجح ينجو منها جميعا، بل واكتسب خبرة زيادة في المعارك اللي خاضها. لكنه اتصاب ببعض الندوب اللي نتجت من المعارك دي. تخيل بقى إنه أسد من مواليد سبتمبر 2021 لبدته بدأت تنمو في 2022 وفي أوائل 2022، ده شبه إعجاز. وفي نفس توقيته ده وهو موجود في وسط الفخر الإناث أنجبوا أشبال جدد اللي هم أصبحوا إخوات أولونكيرا. أولونكيرا بقى في لفظها كده معناها بيبي سيتر. بيبي سيتر اللي هي المسؤولة عن الأطفال. تخيل إن الأسد الشاب ده اكتسب الاسم ده بسبب اهتمامه وارتباطه الكبير بالأشبال دول. كان بيقعد يحميهم وقت خروج أمهاتهم للصيد، بيقعد يلعب معاهم، بيتواجد معاهم دايما، حرفيا أخ كبير موجود في حمايتهم وزعيم بالفطرة.
ومع مرور الوقت بدأ الأسد ينمو أكتر وأكتر. كمان كان ليه دور أساسي في كل عمليات الصيد الكبيرة اللي قاموا بيها إناث الفخر، خصوصا صيد الجاموس. أحيانا كمان أولونكيرا بمفرده كان بيدخل في تحديات أكبر من قوته ومن حجمه ضد جاموس ممكن يكون قد حجمه 3 مرات. مع الشجاعة والدور الأساسي اللي كان بيلعبه أولونكيرا، كان وجوده حاجة أساسية في الفخر، وكان محبوب جدا من إخواته. كل ده الأمور ماشية تمام وربيع الربيع، إلا إن اللي جاي هو الجزء المأساوي في القصة. بس أنت زهقت ولا لسه؟ طيب بما إنك ما زهقتش، اشترك في القناة دلوقتي لو لسه ما اشتركتش، واعمل إعجاب بالفيديو، وهات كوباية شاك، ويلا نكمل. بحلول شهر سبتمبر لسنة 2023، يعني لما أولونكيرا وصل لسنتين 2 بس، بدأ العد التنازلي لوجوده في الفخر، زيه زي أي أسد على وشك البلوغ. وأظهر الأب أولوبور نفسه عدم رغبته في تواجد أولونكيرا في الفخر. حتى إناث الفخر نفسهم بدأوا ينقلبوا عليه وطردوه من الفخر. ما هو ببساطة الغريزة بتاعتهم بتخوفهم من أسد كبير على الأشبال بتوعهم. أخيرا اطرد أولونكيرا من الفخر بعد محاولات عديدة. من اليوم ده ما بقاش للبيبي سيتر وجود بين أفراد رونجي براين. وبعد ما اتطرد من الفخر عدة مرات، قرر إنه يتنقل لمنطقة نفوذ سالاس بو، مثلث مساي مارا المرعب اللي بيمثل كابوس لكل أسد شاب في مساي مارا. الكلام ده حصل بالتحديد في يناير 2024، وبعد ظهوره في المنطقة دي رجع اختفى بعد فترة وجيزة جدا. لكن لحسن الحظ في 13 يناير اتشاف من جديد بين أفراد عيلته. العجيب بقى وركز في اللي جاي، إنه ولا واحد من أفراد الفخر طرده أو حاول طرده مثلا زي المرات الكتير السابقة، خصوصا الأسد لورو كلوب. أميرنا الهمام اختار الرجوع لعيلته، والشيء المذهل إنه حقق رغبته. ودي حالة صدقني بتحصل 1 في الألف في عالم الأسود، إن أسد شاب يكمل حياته في نفس الفخر اللي اتولد فيه، لا وكمان يجبر آبائه وأمهاته إنهم يرضوا بوجوده بعد ما طردوه. ده اللي حصل، وده الإعجاز في حالة الأسد اللي جايب لك قصته ده. كمل حياته الأسد مع آبائه الذكور، وبعد موت الزعيم أولوبور وارد إن الذكور يقبلوا بيه شريك رسمي في التحالف. مفيش شك إنه واحد من أكتر الأسود المحظوظة في العالم، إلا إن من وجهة نظري هو من أكتر الأسود اللي أثبتت إن في عالم الحيوان حاجة اسمها مشاعر وغريزة وحاجات كتير قوي إحنا فاكرينها مجرد خيال وقصص من أفلام ديزني. الأسد أولونكيرا، الأخ الحنون المرح المهتم بعيلته، اللي تحول لأسد مطرود على وشك الموت ما بين يوم وليلة، أصبح النهاردة ملك مستقبلي لمنطقة مساي مارا، وأمير مدلل بين أفراد عيلته من فخر رونجي. وعلى فكرة لو بصيت لفرق السن ما بينه وما بين الأشبال إخواته، هتلاقي إنه قريب قوي ما بين ملك المابوجو وباقي أفراد الفخر. فيا ترى أولونكيرا هيكون زعيم مستقبلي لقصة جديدة ملحمية في عالم الأسود ولا لأ؟ أوعدك لو ده حصل هنكون إن شاء الله أول ناس نعرضها. وفي الأخير أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت معلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لوسط أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو. وأشوفك الفيديو اللي جاي على خير.